أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في الحلقة رقم 48 من شرح برنامج الفوتوشوب. النهاردة هنتكلم عن طريقة تحويل الصور الملونة إلى صور أبيض وأسود. طبعا في كذا طريقة ممكن نحول بيها صورة ملونة إلى صورة أبيض وأسود. نشوف ممكن إزاي نحول الصور. ناخد دي عندنا صورة كده ملونة. ازاي هنحولها للون الابيض والاسود. اول طريقة ممكن نستخدم من قائمة ايماج كده مود، ناخد جري سكيل اتكلمنا عنها في الحلقة في حلقة عن جري سكيل. اتكلمنا في حلقة القنوات الخاصة بالالوان شانلز. فنقول هنحول الصورة دي كده ازاي. نعيد تاني ايماج وبعد كده مود وبعد كده نضغط جري سكيل ديسكورد، فتحولت الصورة الى ابيض واسود. دي اول طريقة عن طريق ايماج ومود وجري سكيل. فحولنا الصورة كده الى ابيض واسود. نرجع خطوة ونحولها تاني ايماج مود جري سكيل، حولت الصورة. طيب في طريقة تاني نحول بيها الصورة الى ابيض واسود. عندنا الصورة دي كده، دي عن طريق طبعا القنوات الخاصة بالالوان شانلز. الصورة كده هنضغط على هنا لايرز، هنضغط شانلز كده. الصورة امتدادها ار جي بي، اتكلمنا عنها قبل كده عن الار جي بي قبل كده. فلما طبعا الثلاث الوان ار جي بي، الريد والجرين والبلو، لما نضغط هنضغط بلو كده، فالصورة اصبحت ابيض واسود او جرين. ابيض واسود اكتر. احنا بناخد كده بناخد كل لون لوحده من الالوان الثلاثة المكونة للار جي بي، بتحول لنا الصورة لأبيض وأسود. في اختلافات طبعا ما بين الريد الأبيض والأسود بيبقى مختلف شوية في الثلاث ألوان الريد والجرين والبلو، في اختلافات في الأبيض والأسود. فيبقى الطريقة التانية عن طريق قنوات الألوان. فالصورة كده اهو، الصورة موجودة كده، فنروح للشانلز من هنا، أو لو مش موجودة بتبقى موجودة في الويندو، نعلم عليها فتظهر. وبعد كده من الشانلز نختار البلو او الجرين او الريد حسب درجة الابيض والاسود اللي احنا محتاجينها. طب في طريقة تالتة، بنستخدمها، وهي عن طريق الادجستمنت. شرحنا الادجستمنت قبل كده. بتبقى ممكن نجيبها عن طريق الايماج. الاختيارات موجودة في الايماج، لو مش موجودة في طبعا البرنامج في واجهة البرنامج. adjustment موجودة هنا كده. لو مش موجودة بنضغط من ايماج او من ويندو. احنا معلمين على في ويندو فنزل هنا نعلم. لو مش موجودة نعلم على في من ويندو او من قائمة ايماج نستخدمها على طول. فهي متعلمة عندنا. هنحول الصورة ازاي للابيض والاسود عن طريق الادجستمنت. في ثلاث ادوات في ممكن نغيرها بكذا اداة، وفي ثلاث ادوات اكثر استخداما لتحويل الابيض والاسود في الادجستمنت. اول واحدة الهيو ساتوريشن، نضغط عليها كليك شمال كده. لما بنيجي في النص اللي هي الجزء الاحمر، لما بنجيبه للاخر كده الصورة اتحولت هنا كده للأبيض والأسود عن طريق الهيو ساتوريشن.
ادي الصورة الأصلية بعد ما استخدمنا الهيو ساتوريشن باليت كده. في بعد كده في بعد كده الجراديانت ماب. الجراديانت ماب برضو لما نضغط عليه العلامة دي كده اهي حولت الصورة لأبيض وأسود، بس هندوس هنا ريفيرس عكس بنعكس، فتحولت الصورة كده للأبيض والأسود. عن طريق جراديانت ماب. دي الصورة الأصلية، وده لما عملناها أبيض وأسود بجراديانت. في أداة تالتة من الأدجستمنت اللي بنستخدمها، وهي البلاك أند وايت. ودي يمكن والبلاك أند وايت يمكن من أفضل الطرق لتحويل الصور الملونة، لأن بتدينا اختيارات عديدة. هي كده احنا محولين كده، اتحولت بمجرد ما نختارها، بس ممكن نعدل كمان فيها في درجة الألوان. يعني نعمل كده اهو، بنغير في الألوان، درجة الألوان ما بين الأبيض والأسود بنختار براحتنا، نغير الأسود أو نزود أو نقلل، أو نزود الأبيض أو نقلل، وهكذا. تعتبر من أفضل الأدوات بلاك أند وايت في الأدجستمنت لتحويل الصورة إلى صورة أبيض وأسود. فالأدجستمنت كده استخدمنا تلات البلاك أند وايت أو الجراديانت والهيو ساتوريشن. يبقى نراجع كده تاني بسرعة. استخدمنا 3 طرق لتحويل الصور إلى أبيض وأسود. الطريقة الأولى عن طريق المود وجرايس سكيل. الطريقة الثانية عن طريق الشانلز. الطريقة الثالثة عن طريق adjustment. في 3 أدوات في adjustment استخدمناهم. طبعا أعزائي المشاهدين، كده اتكلمنا عن طريقة تحويل الصور الملونة إلى أبيض وأسود. حلقة بسيطة، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة. لكم تحياتي.